بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ والله وحشتوني جدا جدا، ووحشتني القناة جدا جدا جدا، يعني مش عايزة اقول لكم قد ايه. بس انا مش عارفة اقول لكم ايه اللي كان بيحصل بالظبط. انا بصراحة عملت اول فيديو، ده كان اول قبل رمضان بيوم او يومين. كنت نزلت اشتريت حاجتي رمضان. انا بشتري بالاسبوع في كل الاوقات، رمضان او غير رمضان. فاشتريت حاجات الاسبوع بتاعت رمضان، وحضرت نفسي تمام، كله تمام يعني، وهبتدي انزل لكم بقى فيديو بتاع كل يوم في رمضان هعمل ايه وكده. ونزلت لكم اليوم ده اللي هو كان قبل رمضان، جبت رحت فتح الله، جبت الخروب، وجبت البلح ده، وجبت القمر الدين ده اللي اكتشفت بعد كده ان هو مانجا، وزعلت جدا. و وبعد كده جبت بقى ايه طماطم، وهقول لكم ايه اللي حصل بقى وانا بقى بقول لكم على الحاجات اللي في الفيديو. جبت طماطم عشان اعصرها واشيلها، اخزنها يعني عشان ما انزلش كتير في رمضان. انتوا عارفين في الصيام وخصوصا اول اسبوع بيبقى الناس قافله في اول، بيبقى الحاجه غاليه جدا، وبيبقى احنا تعبانين جدا. فبيبقى بفضل يعني اول اسبوع بالذات اكون محضره حاجتي كلها عندي. فاشتريت الطماطم وعصرتها، واشتريت كل الخروب والحاجة بتاعت رمضان، ونزلت اشتريت طبعا فراخ واللحمة، وكله تمام، وحاجات الأول يوم هعملها، ورقاق وكل حاجة. وقلت هصور لكم اليوم ده الحاجات ديت، وهصور بقى ايه اللي هعمله في اليوم ده. كنت هعمل مكرونة نجريسكو. طبعا انتوا عارفين انا عملتها معاكم قبل كده في القناة، فما كنتش يعني بعملها لكم بالتفصيل قوي. انا عملتها قبل كده، وطبعا اللي عايز يعرفها بالتفصيل هيلاقيها في القناة، يعني فيديوهات من اللي هي قبل كده عاملاها، او ممكن اكون كمان عملتها مرتين. فانا عملت كل الحاجات دي، وجبت كل حاجتي، وحضرت كله تمام، وعلى اساس ان انا هبدأ فيديوهاتي بقى من اول رمضان. ورمضان بيبقى فيه حاجات كتير طبعا تتعمل، والقطايف والكنافة وانواع القطايف وانواع الكنافة والاكل اللي عمال اشكال والوان. وفجأة سبحان الله أنا مش عايزة أفتح القناة خالص، ولا عايزة أصور أي حاجة، ولا عايزة أعمل أي حاجة في القناة. أحاول أصور أول يوم رمضان، قلت لأ، معرفتش خالص. قلت مش مهم، أول يوم رمضان مش هصور فيه، بيبقى يوم زحمة، وبيبقى أول يوم وملخبطين كده، وعايزة أخلص في الميعاد عشان الصيام والحاجات دي. ما صورتش، قلت مش مشكلة، أصور تاني يوم. تاني يوم برضو ما صورتش. طبعا انا في رمضان بيبقى عندي الوقت ضيق شويه، لان انا زي كل الناس طبعا في الدنيا المسلمين، ببقى الصبح يا دوبك بعمل الاكل، حضر حاجتي يعني، واعمل الاكل، وبعد كده طبعا بيبقى التراويح والقران والقيام والفجر والسحور. يعني تبقى اليوم يعني مدوب، يعني ما يعني مدفوس قوي في بعضه، مزنق مليان حاجات. فطبعا انا طول شهر رمضان والله بحاول مرة واحدة بس امسك الكاميرا واصور اي حاجة، استحالة. مش جايلي لا نفس ولا وقت ولا قلب حتى ان انا اقعد اصور واعمل وكده. مش عارفة خالص والله، مش عارفة ايه اللي حصل، بس انا هي دي الحقيقة والله. انا ما كنتش عارفة امسك الكاميرا نهائي، ولا احط وكنت بعمل حاجات كتير ما عملناش مع بعض في القناة، ويمكن ما اعرفش اعملها تاني غير في رمضان مثلا، او في عزومات او حاجات كده. انتوا عارفين اكل رمضان بيبقى ليه خاصية شوية غير بقية الشهر، وما عرفتش اصور والله. فانا متاسف جدا ان انا ما طلعت لكوش كل الوقت ده. والقناه بتاعتي طبعا المشاهدات بتاعتها وقعت جدا، وكل حاجه فيها باظت، مع انها لسه جديده، والمفروض ان انا كنت اعمل اكتر من كده. وده شهر فعلا الناس كلها بتتكلم، بتنزل فيديوهات وحاجات. بس انا ليه مش عارفه الشهر ده فعلا ما عرفتش اعمل فيه حاجه، وانا بتاسف لكم جدا. وكمان ان شاء الله يا رب ادعوا لي كده، ان شاء الله نفسي تتفتح تاني، وارجع تاني اصور في القناه، وارجع اعمل الحاجات اللي انا كنت بحبها. انا كنت ممكن انزل فيديو كل يوم. كل حاجه كنت بعملها كنت بحب ان انا اصورها وانزلها. وبس مش عارفه ليه للاسف خالص انا جات لي الصدة دي
من التصوير أو من القناة، أو مش عارفة كده ليه. والله المستعان، وربنا يسهل إن شاء الله كده وأعرف أرجع تاني كده، وادعوا لي. أنا قلت الفيديو ده أنا مصوراه من قبل رمضان يمكن ب3 أيام. يعني جبت الحاجات زي ما انتوا شفتوا كده وصورتها، وعملت الأكلة ديت، وقلت بقى إيه خلاص هبتدي أصور، بس يعني من قبل رمضان 3 أيام، وواقف بس على إن أنا أسجل صوتي، ومع ذلك مش عارفة أعمله ولا أنزله ولا أعمل أي حاجة. معلش أنا برضو بتأسف لكم تاني إن أنا منزلتش بقالي مدة حاجة، وإن شاء الله ربنا يسهل كده ويعني، وابتدي تاني أرجع أعمل ولو حتى مرة كل أسبوع حاجة. ويستحملوا بقى، استحملوني معلش كده ان انا بقى من نوع يعني اتأخرت عليكم، وان انا مش بنزل لكم حاجات حلوة ومفيدة كتير وكده، لحد ما ارجع تاني استعيد نشاطي كده وارجع تاني اعمل الحاجات دي. طبعا انتوا شايفين ان انا بعمل النجريسكو، وإن دي خلاص النجريسكو دي اكلتنا طبعا المفضلة، احنا بنحبها اكتر من المكرونة البشاميل. والله صدقوني فعلا أنا بحبها وبعملها أكتر من المكرونة البشاميل، وهم بيحبوها عندي أكتر من المكرونة البشاميل. فجربيها يعني وإن شاء الله هتعجبكم جدا جدا، وهتبقى يمكن أكلة اللي تبقى الرئيسية بتاعتكم أكتر من البشاميل. أنا طبعا كمان كنت مصورة حتى فيديوهات، ما لحقتش يعني من كتر ما أنا مكنتش مركزة. عملت الفيديو وما صورتش التقديم، يعني أنا ما صورتش اللي هي آخر حاجة مفروض لقطة يعني في الفيديو، اللي هي الغرف في الأطباق مثلا، وإن أنا أصورها بعد ما تتغرف. أنا في فيديوهات كتير وقفاها لأن أنا نسيت أصور اللي هي التقديم. وعملت ساعتها كنت عاملة ال اللي هو اللهم صل على النبي، الخرشوف باللحمة المفرومة، كنت عاملاه وكان طالع في منتهى الجمال. كنت فرحانة جدا وناوية ان انا انزله. وبعدين بعد ما اتغدينا وخلاص الموضوع خلص، قلت لهم يا جماعة انا نسيت اصور الصورة الأخيرة بتاعت الفيديو، اللي هي ازاي وانا غرفاه في الأطباق بيبقى شكله ايه. ووقفت الفيديو على كده وسبته، لاني مش عارفه انزله كده. بس انا هنزله لكم عشان والله اوريه لكم واثبت لكم فعلا ان انا والله بتكلمش كلام كذب ولا بحاجه، وده فعلا اللي حصل. وهنزله ان شاء الله الفيديو الجاي وتشوفوه. هو بيبقاش فاضل فيه غير انه بس يتحط في الفرن ويتغرف في الاطباق. ودي من اكلاتنا المفضله برضو جدا، الخرشوف باللحمه المفرومه دي. وان شاء الله لو عملته المره الجايه تاني ان شاء الله هصوره لكم للنهايه، ويكون ان شاء الله خير. وكلوا بالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.